السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم. امين يا رب العالمين. يلا نخش على الفيديو بتاعنا نشوف احنا النهارده هنعمل ايه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات معاكم، يمكن بقالي اسبوعين ولا حاجه او اكتر. الفيديوهات اللي انا بنزلها دي الستوري اسمها ايه، اللي هي الريلز ديت ولا شورتز حاجه زي كده، دي او دي يعني عموما، يعني دي انا مصوراها وانا كنت في المصيف، بس رجعت بقى تعبانه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ادعوا لي ربنا يتم شفايا على خير عشان انا تعبانه جدا جدا جدا، والحمد لله ربنا يعديها على خير ان شاء الله. يلا بقى ايه، فقلت بقى ايه، لا انا لازم اقوم واعمل فيديوهات مع اخواتي وحبايبي. يلا نشوف احنا النهارده هنعمل ايه. هتعمل لنا كيكه. النهارده هنعمل كيكه الحليب المغلي. تمام. كيكه الحبيب ايه يا بنتي؟ كيكه الحليب اللي هو السخن يعني، بغليه قوي. تمام يا امارات. هنعمل النهارده كيكه الحليب السخن او المغلي. تمام يا امارات. معايا مكوناتي ايه؟ معايا كوبايه ونص من الدقيق، معايا 1 كيك شيف، معايا 3 فانيليا، ومعايا 3 بيضات عشان زي ما قلت لكم قبل كده البيض بلدي فصغير. تمام. لو انت عندك البيض بتاع عندك كبير يبقى 2 بس. تمام يا امارات. بقيه الحاجه هنشوفها دلوقتي حالا مع بعض واحنا شغالين. بصوا بقى يا امارات، اول حاجه نجيب شفشق الخلاط بتاعنا وهنحط معانا كوبايه وربع من السكر. دي كوبايه بسم الله، وهنحط ربع كوبايه تاني. ودي ربع كوبايه من السكر، يعني انا حاطه قد ايه؟ حاطه كوبايه وربع من السكر. تمام يا امارات. تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طب نسمي الله بقى وناخد برضه كوبايه الا ربع من الزيت. بسم الله. الكوبايه دي انا معايره بيها الدقيق زي ما اتفقنا قبل كده، بعاير الدقيق بنفس الكوبايه اللي بعاير بيها السكر والزيت والحليب. تمام. نحط كوبايه الا ربع من الزيت. ده زيت ايه؟ زيت عافيه. اهم حاجه زيت ما يكونش ليه لا طعم ولا ريحه. يبقى احنا كده حطينا ايه؟ كوبايه وربع من الزيت، كوبايه وربع من السكر، وكوبايه الا ربع من الزيت. تمام. هنعمل ايه كمان دلوقتي؟ هنضيف البيض بتاعنا واحده واحده كده عشان خاطر لو في حاجه بايظه ولا حاجه زي ما بقولك كل مره ما يبوظلكيش الايه الوصفه بتاعتنا. تمام يا امارات. تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. ادي بسم الله، ادي اول واحده اهي. بسم الله. ادي التانية. استنوا، شفتوا مش بقولكوا بقى البيضه هنحطوه ايه واحده واحده. اهي دي بايظه هرميها، هجيب واحده تاني وارجع لكم. رحت رميتها وجبت غيرها، عشان كده بقولك ايه، اعملي البيض واحده واحده ليه؟ عشان بيبقى بايظ. ادي التانية. بسم الله. حاولي كده على قد ما تقدري البيض تعمليها واحده واحده زي ما انا بعمل. ادي التانية. التالتة دي. بسم الله. تمام كده. تمام كده. هعمل ايه تاني؟ نحط بقى الايه اسمه ايه ده، الفانيليا. معايا 3. انا بحط على كل بيضايه بحط عليها ظرف فانيليا. ادي 1 اهو. يبقى كل بيضايه بحط عليها ايه ظرف من الفانيليا. 2. ادي 3. تمام يا امارات. دعوتكم بقى لكم تشوفوا كده.
انا حبيت ان انا اقوم بقى اعمل فيديوهات، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات معاكم، قلت نعمل فيديوهات بقى عشان ايه، انتوا وحشتوني. يلا اعملوا لايكات كتير وادعي لي الدعوه الحلوه من قلبك. هروح اضرب بقى دول ضربه حلوه وارجع لكم تاني. خلاص بقى ضربتهم ضرب كويس جدا جدا جدا. بصوا تقلوا ازاي. انا عايزه اقول لك على معلومه بقى ممكن تعمليها انتي، انا ما عملتهاش. ايه هي؟ ان انتي تضربي البيض مع السكر الاول، عشان لما بتحطي الزيت بيتقل بسرعه من غير ما السكر بيدوب. تمام؟ دي غلطه انا غلطتها، فانت اوعي تغلطيها. هتضربي البيض مع السكر الاول والفانيليا، تمام؟ وبعد كده تنزلي عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت. تمام يا قمرات؟ تمام يا احلى واجمل خط في الدنيا. بس انا هنا بقى نسيت احط حاجه. ايه هي الحاجه؟ هحطها معاكم دلوقتي واضربهم تاني وارجع لكم. ايه هي بقى الحاجه؟ معلقه الايه، الخل. معلقه خل كبيره. تمام؟ هضربهم بقى كويس وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده ضربتهم بقى كويس جدا اهو. نحط بقى معانا ايه، كوبايه ونص من الايه، من الدقيق. وزي ما اتفقنا الكوبايه اللي بعمل بيها الدقيق هي اللي هتبقى بقيه الحاجه كلها. ده واحد من الكيك شيف. عندك بيكنج باودر حطيه، اشتغلي باللي عندك. صلي على النبي كده يا قمر. يلا بس ايه، نقلب بقى بسم الله الدقيق مع الكيك شيف كويس. صليتي على النبي كده يا قمر ولا لسه؟ طبعا انا مولعه الفرن بتاعي. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى بالخليط ده هنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي معلقه ننزله كله. هو تسيبي حاجه، كل ده من المقادير يا قمر. صلي على النبي كده يا قمر. بسم الله ونبتدي ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا معايا كوبايه من الحليب مغلي اهي. تمام؟ نقلب بس الاول كل المكونات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كويس كده. طبعا الخليط معاكي هتحسي ان هو عامل زي البسكوت. القوام معاكي هتحسيه عامل زي البسكوت كده تقيل. متقلقيش. طبعا هنخفه دلوقتي بالايه، بصوا عامل ازاي. هنخفه طبعا بالحليب بتاعنا اللي احنا ايه، سخناه غليناه اهو. شايفه القوام؟ متقلقيش خالص اهو. شايفين؟ بصوا عامل ازاي. هتقولي بسكوت مش كيكه دي خالص. هنعمل ايه، كوبايه سخنه جدا فاستحملوني بقى معلش. بسم الله. بصوا مغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي بقى كده هتفك معاكي وهتبقى زي الفل. شايفين بقت تفك ازاي؟ اتفكت ازاي ما شاء الله. نحط بقيه الكوبايه عشان طبعا لسه تقيله. بسم الله. انا حطيتها حبه حبه ليه؟ عشان خاطر اعرف اقلبها. بس كويس كده. طبعا في الجناب فيها حاولي ان انت تجيبي كل بقى اللي في الجناب كده وايه وظبطي الدنيا. شايفين الكيكه بتاعتك دي ما تطلع هشه جدا 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 جدا.
شايفين ده القوام اللي انا عايزاه. طبعا ده قوام الكيكه اللي احنا بنعملها اهو. انا ما بحبهاش تبقى تقيله قوي، تعمليها كده تطلع معاكي هشه كده واسفنجيه وخفيفه وجميله. كده معايا بقى الصينيه بتاعتي اللي انتوا شايفينها ديت، حاطه فيها زيت ورشه ايه دقيق وعاملاهم بالفرشه. ما بحبش الدقيق يبقى فيها كده باين اهو، شايفين؟ بس يجي عليها لبن مش مشكله. تمام كده يا قمرات. تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فين المعلقه؟ انا وديت المعلقه فين؟ استنى يا ولاد اجيب معلقه تاني. اختكم واقفه ايه مش قادره، بس مش مشكله. قلت ادلع الولاد بقى، بقالي كتير ما عملتلهمش حاجه. ايه واطلع مع اخواتي كده وحبايبي. شويه دقيق في الطبق من تحت، رحت مقلباهم في الايه في المتبقي ده. صليتي على النبي يا قمر، صلي على النبي كده وادعي له دعوه حلوه من قلبي. تمام. تمام. الفرن بتاعي زي ما قلت لكم انا مشغلاها. هعمل بقى ايه، هديها خبطتين وهدخلها الفرن. تمام. على الرف الوسط على درجه حراره 200. هسويها وارجع لكم تاني اهي. بصوا بقى لسه مخرجاه من الفرن حالا، بس عايزه اقول لك حاجه بسم الله ما شاء الله، اسفنجيه. بصوا تحفه تحفه بجد، عامله زي اللي هي شفتي الكيكه اللي انت بتجيبيها من بره، هي عامله زيها بالظبط. طبعا مش هعرف اقطعها معاكم دلوقتي عشان هي سخنه، تبرد واوريها لكم. بصوا بقى بردت وقطعتها اهي. عايزه اقول لكم تحفه تحفه بجد. بصوا عامله ازاي، شايفين العلو بتاعها، شايفين البياض بتاعها ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، شايفين اسفنجيه وجميله ازاي، تحفه تحفه. بصوا من طراوتها طلعت في ايديا. بصوا عايزه اقول لك جامده جدا 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 جدا. جربيها بنفس طريقه اختك هتعشقيها. بس انا بس اغسل ايديا. اللهم صل على سيدنا محمد. تختبريها ازاي وهي في الفرن، بتجيب اللي هي العيدان بتاعت شيش طاووق، بتحطيها في النص كده في نص الصينيه. طلعت معاكي نضيفه ما فيهاش عجين يبقى هي استوت، طلعت معاكي فيها عجين يبقى هي لسه ما استوتش. وطي عليها الفرن شويه. بس عايزه اقول لك بجد والله العظيم تحفه تحفه بجد. شايفين شكلها عامل ازاي، يعني مش قادره اقول لك على جمالها، هشاشه كده وتحفه تحفه تحفه تحفه. لو وصلتي بقى لغايه هنا، دي الكيكه باللبن الايه بالحليب الساخن او المغلي. تمام يا قمرات، تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. دعوتكم لاختكم بقى ان ربنا يشفيني ويتم شفايا على خير. ادعوا لي دعوات كتير 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 من قلبكم، واعملوا لي لايكات كتير كتير وشيروا الفيديو على قد ما تقدري، واستنوني فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله. شايفين الصينيه شكلها عامل ازاي، مش محتاجه تتزين باي حاجه، هي ما شاء الله تحفه تحفه بجد اهو. شايفين، شايفه العلو بتاعها. الكيكه دي تعمليها بقى للعشاء بالليل، مش عايزه تتعشي، عايزه تتعشي حاجه خفيفه، عايزه تتعشي بتاع ده، وانا اللهم صل على سيدنا محمد، تفطري حاجه خفيفه، تعملي صينيه كيك كده زي ما احنا عاملينها للفطار الصبح. يلا لو وصلتوا بقى لغايه هنا، اجبروا بخاطر اختك بالدعوه الحلوه واللايك الجميل والاشتراك في القناه، ولو اول مره بتشوفيني فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي لايكات كتير كتير وشيري الفيديوهات على قد ما تقدري، واستنوني فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله.